إشراف سيد والي الولاية نظمت مصالح مديرية التجارة بالتنسيق مع الجماعات المحلية الأسواق الجوارية اللي على كل مستويات دوائر الولاية 15، واليوم أشرف السيد الأمين العام نيابة عن السيد الوالي على افتتاح سوق الأصيل. وكما ترون أنه كل المواد متوفرة اللي يحتاجها المستهلك خلال شهر رمضان، وكان افتتاح اليوم 15 يوم قبل شهر رمضان، واللي نطمن ساكنة الولاية أنه كل المنتوجات الغذائية اللي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر الفضيل متوفرة، فيما فيها المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، وخاصة مادة الزيت ومادة القهوة اللي راهي متوفرة بكميات كبيرة وبمختلف العلامات. ونظن باللي هذه الإشراف هذا والإجراءات هذه اللي اتخذتها وزارة التجارة لتوفر كل المنتوجات الغذائية إن شاء الله سيكون وسيمر شهر رمضان بكل أريحية. ونطمن ساكنة الولاية ونقول أنه يجب الاستهلاك العقلاني. أسواق جوارية بمناسبة شهر رمضان المعظم استفادت يعني الولاية. فتحنا سوق هنا الأصيل هذا على مستوى بلدية سيدي بالعباس، يعني كنقطة كبيرة، وعندنا 15 نقطة توزيع على مستوى كل دائرة، يعني كل دائرة كان فيها نقطة بيع لهذه يعني سوق جواري للمواد الغذائية وكذلك اللحوم بمختلف الأنواع تاعها. يعني كما لاحظتم في هذا اليوم توفر كبير للسلع على مختلف أنواعها، يعني كذلك المشكل تاع الزيت هنا متوفر بكل الأحجام وبكل أنواع العلامات التجارية، كذلك وجود كذلك القهوة بمختلف العلامات التجارية. اسبوعي جيلاني المدير الجهوي للتجارة وضبط السوق لناحية وهران، أتشرف اليوم بالحضور إلى ولاية سيدي بالعباس لإعطاء إشارة انطلاق أسواق رمضان، أسواق التضامنية لشهر رمضان. على كل حال تنفيذا لبرنامج وزارة التجارة وضبط السوق الوطنية، فقد تقرر إنشاء سوق جواري على مستوى كل دائرة إدارية. واليوم راح نحضر انطلاق السوق الأصيل على مستوى ولاية سيدي بالعباس، من بين 16 سوق راح يكونوا على مستوى سيدي بالعباس. هذه الأسواق الهدف منها هو تقريب المنتوجات ذات الاستهلاك